يعطيك الصحة. دوك من بعد كل واحد كيفاش يحب لو ستيل تاع الجوار، كل واحد كيفاش يشوف. حتى وين امين نشوفوا ستيل دو جو تاع مبابي يلعب كجناح ايسر، يلعب دائما يحب يلعب على الجناح الايسر، والاخر راس حربه يلعب يعني كما يقول ميدو يلعب في الصندوق. حتى رونالدو وميسي ما يلعبوش في نفس المركز، ولكن النقاش من هو الافضل رونالدو ام ميسي استمر طيله 15 سنه. لا كاين نقاش اللي صنعته الصحافه، كاين نقاش حقيقي كاين اختلاف. ما تقدرش انت تقدرش واحد يلعب ديس ميور بيتر وميور باسور تكومباريه مع واحد يلعب افون سونتر ولا يلعب ميدو بلون جو ميسي سي ان جو بلو بليزون على رونالدو. دونك سيتي با اون كومباريزون سوا حتى الان مبابي في باريس سان جيرمان ولا في المنتخب الفرنسي. مبابي لو كان يروح للدوري الانجليزي يقدر يضرب ارقام مثل ما يضربها هالاند، خاصه انه مبابي اسرع واكثر تقنيه من هالاند. تصور مبابي يبنى عليه مشروع في مانشستر يونايتد ولا في ليفربول في الدوري الانجليزي مثل ما الان، وعنده لاعبين معاه وتاريخ ونادي اللي يلعب فيه عريق وعنده تاريخ. علاش قلت لك ميدو بانه الصراع سيستمر 10 سنوات؟ لانه هالاند في عمره 22 سنه، مبابي في عمره 24 سنه، لاعبين قادرين يسيطروا ويبقوا في القمه لمده 10 سنوات، لان شاهدنا وحوش بكل صراحه. مبابي لاعب فاز بكاس العالم وعمره لم يتجاوز 19 سنه، كان 19 20 سنه في القمه. سجل هذا العام وصل الى النهائي. سجل 4 أهداف. هالاند يلعب في منتخب ماروش قوي، ولكن على مستوى النوادي قدم ارقام خرافيه هذا الموسم. ميدو 35 هدف، حطم رقم شيرار واندي كول ب 34 هدف، حطم رقم صلاح وصل ل 51 هدف. ممكن مع نهايه الموسم يوصل الى 40 هدف في الدوري الانجليزي. هذه ارقام تتهاوى وتتساقط امام هذا الوحش الكاسر. ميدو محمد، شوف عندما اسال في بعض الاحيان الناس انت في اعتقادك هالاند افضل من مبابي؟ ليس هالاند افضل من مبابي، كل واحد هو يقول لك حاليا كل واحد هو البروفيل دو جو تاعو. محمد مبابي يلعب كجناح ايسر كما تكلم ميدو، قال لك لو يروح انت في فريقك تفضل هالاند او مبابي؟ نفضل انا هالاند. اذا تميل بانه هالاند افضل من لا نفضل هالاند لان مبابي محمد مبابي لاعب اللي لازم هو يجيب الكره ويروح بها. مثل ميسي ورونالدو. لما نمثلوا بين ميسي ورونالدو، انا كثير من الناس يقولوا لي ميسي ام رونالدو، نقول لهم ما تقدرش تقارن بين ماكينه اهداف اللي هو رونالدو وميسي صانع العاب ومسجل اهداف وممرر. سيتان جوار اللي عنده اكثر الخصائص ميسي بالنسبه لكريستيانو رونالدو. لكن رونالدو محمد كي يجوه الكرات يسجل اهداف، ماكينه اهداف. انا ما نقدرش نكومباري بين ميسي ورونالدو. هالاند ومبابي نفس الشيء. مبابي لاعب اللي يحكم الكره ويمشي بها في الملعب، لكن هالاند ينتظر الكرات اكثر من انه هو يذهب بالكره. مبابي يجب ان يرحل الان الى نادي اكبر. حان الوقت، يعطيك الصحه. لو يذهب الى ريال مدريد سيأخذ بعد اخر ويصبح بعبعا في اوروبا يخيف الجميع. محمد، والصراعات اللي كانت بين ميسي ورونالدو هي صراعات احصائيات حوالي 14 سنه. لأن صراع كرات ذهبيه ايضا. صراعات محمد، صراع من هو افضل لاعب في العالم كل موسم. وهذه الصراعات شكون اللي خلق هذه الصراعات محمد؟ النوادي. برشلونه وريال مدريد تضم احسن اللاعبين. كي يكونوا وراء احسن لاعبين رونالدو يلحقوه الكرات، ميسي ايضا يلحقوه كرات دقيقه من تشافي او انيستا. هذا هو الشيء محمد اللي يكمل. كما اليوم هالاند في مانشستر سيتي عنده منظومه قويه. شوف برك، شوف الاهداف وين يسجلها، شوف الاهداف شحال قلت مقبله 34 هدف داخل الصندوق، واحد خارج الصندوق. يسمى اليوم راك تلعب مع لاعبين يلحقوا لك الكره. هذا باسكو اليوم انت تشوف مانشستر سيتي اليوم يسيطروا على كل الفرق. جاب ربي ولا بالك فريق نظن بايرن ميونخ بالك من ناحيه استحواذ غلب مانشستر سيتي. مع هذا الفريق انا نظن باللي سيطر على كل الفرق تاع العالم. اليوم تلعب مع احسن لاعبين ثاني. تلعب انت تشوف دي بروين انت كيفاش المفاهمه الكبيره تاع دي بروين مع هالاند. تشوف باللي راهو يلعب في فريق متكامل. نعم. ميدو مانشستر سيتي سيستقبل ليدز ونيوكاسل سيستقبل أرسنال. نعم. قمة الدوري الإنجليزي بين نيوكاسل فريق العنيد وأرسنال الوصيف. نعم. سيتي رسميا استحوذ على الصدارة مع مباراة متأخرة مقارنة في برايتون مقارنة بنادي أرسنال اللي فاز بثلاثية على نادي تشيلسي. لكن للاسف لكنها حقيقه. اليوم تشيلسي ماهوش معيار في الدوري الانجليزي، خاصه هذا الموسم. تشيلسي ماهوش معيار في الدوري الانجليزي الممتاز.
يتواجد 79 نقطة 78 في المركز مباراة متأخرة. نعم. حتى برايتون اليوم عنده مباراتين متأخرتين، برايتون فائز على مانشستر يونايتد. نعم، هدف مقابل صفر بتصدي الدقائق الأخيرة. نعم. بخطأ ساذج من لوكشو اللي كان لمس الكرة في دقيقة 95 وأعطى ركلة جزاء مجانية لفائدة نادي برايتون. ولو أنه برايتون هذا الموسم كاين 3 فرق، كل واحد كيفاش يحكم، لكن أنا بالنسبة لي يبقى رأيي الشخصي هذا الموسم كاين 3 فرق قدمت كرة قدم ما تقدرش تجميلها. كاين سيتي باب غوارديولا، سباليتي في نابولي، والمدرب الايطالي ديزيربي في برايتون. لما جاء ديزيربي لبرايتون اعطى اكثر، اصبح برايتون اكثر متعه مما كان عليه مع جراهام بوتر. كانوا يقولوا برايتون مع جراهام بوتر يلعب جيدا، لكن برايتون مع ديزيربي افضل واقوى وامتع بلاعبين ربما شكون ميتوما الياباني، مارتش، اليكسيس ماكاليستر، كايسيدو اللي ما حبش يسرحوه نيوكاسل، داني ويلباك، دانك المدافع المحوري، ميتوما عفوا ليس ميتوما استوبينيان الظهير الايسر. نعم. الاكوادوري. ما عندهمش لاعبين كبار. محرز منتظر اساسيا في مواجهه مانشستر سيتي ليدز، محرز الفاريز، غوندوغان وغريليش، 4 لاعبين سيلعبون خلف هالاند الذي 3-2-4-1 كالعاده. 3 مدافعين اكي، دياس ووالكر في الدفاع. في وسط الميدان رودري مع ستونز، ثم ياتي 4 لاعبين خلف هالاند، محرز، الفاريز، غوندوغان. قد نرى فودان مكان محرز. نعم. غوارديولا ما يتعملش الخطه الجديده لغوارديولا هذا الموسم 3-2-4-1. محمد، طريقه هذه طريقه هجوميه محك. شوفوا غوارديولا دائما ما يحب يعتمد على الهجوم، دائما ما يحب يعتمد على اللعب الصغير واللعب القصير. كرة قدم بدون أجنحة وبدون أظهرة حقيقية. لا، بأجنحة ثابتة أجنحة ثابتة. برناردو سيلفا ولا محرز ولا غريليش الجهة اليسرى، تشوف باللي ما يدخلوش كاع كولي ألاني كما قال لك ميدو، لكن بدون أظهرة حقيقية. 3-2-4-1 محمد. هنا واش تشوف عدد أكبر في الهجوم. نعم. تشوف غوارديولا، اسمح لي ميدو، تشوف غوارديولا يعتمد على 4 لاعبين وراء هالاند. لهذا هالاند محمد ما يحتاج أنه يولي للوراء. أرسنال إذا خسر في نيوكاسل قضي أمر الدوري. أنا نقول باللي تعادل قضي أمره. اليوم أرسنال ضيع عدة نقاط في الآونة الأخيرة. أنا نقول باللي أرسنال الفرصة الأخيرة ضد فريق نيوكاسل، ولا نقول لك يخرج بتعادل راح يفقد مباراة مصيرية لازم يريح، يفوز ويريح يستنى، باسكو كان يفوز مصيره لم يعد بيده. بيده كان يفوز مانشستر سيتي في المباراة المتأخرة ضد برايتون. اليوم يزيد يتقدم عليه ب4 نقاط. نقول اليوم خاصة أنه أرسنال يلعب بعد مانشستر سيتي، يعني يكون عرف نتيجة المباراة إذا يكون عليه بالليت. المهلهل والذي تعاقد مع سام ألاندايز في آخر 5 مباريات من أجل إنقاذه من النزول. لكن أعتقد بأنه حتى بشأن التشكيل ما تنساش باليوم الثلاثاء المقبل سيكون هنالك مباراة نارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، والمباراة تحضيرية مع عودة دي بروين إلى تدريبات أمس. نعم. قد نرى دي بروين كأساسي، قد نرى هالاند في الاحتياط وجوليان ألفاريز كقلب هجوم أساسي، محرز مع فودان. كل شيء ممكن. غوارديولا لا يؤتمن في ال11 الأساسي حتى من يلعب. تشوف غريليتش اللي بالك ما يحشرش. كنت عاود تشوف غريليش راهو يشارك في كاع المقابلات. نعم. ماهوش مين بون راهو يمر باحسن احواله. انا نقول باللي بارمي لي ميور جوار في السيتي غريليتش. اليوم بالك هذا اللقاء هذا ضد ليتس بالك يروبوزيه. في المانيا يا ميدو، دورتموند يستقبل فولسبورغ وبريمن يستقبل المتصدر بايرن ميونخ. مباراة بوريسيا دورتموند يلعب الأحد والبايرن يلعب السبت. البايرن مطالب بعدم تكرار أخطاء مباراة فرايبورغ لما خسر 3-1 وأعطى الأمل لنادي بوريسيا دورتموند اللي كان فاز. من حسن حظ البايرن بالنسبة لعشاق البايرن هكذا يقولون أنه بوريسيا دورتموند تعثر في الجولة الأخيرة، تعادل في بوخوم، الشيء اللي منح البايرن لعبة كراسي متحركة بين الفريقين. ولو أنه أتوقع أنه بوريسيا دورتموند سيفوز على فولسبورغ، بينما البايرن سيعود بالفوز من بريمن. لا أعتقد بأنه توماس توخال يفكر في الخروج بخفي حنين هكذا يقال في نهاية الموسم. ما تنساش فقد دوري الأبطال، فقد كأس ألمانيا
نادي مثل البايرن لا يحب الخروج بمواسم صفرية، خاصة وأنه اللقب بين يديه الآن، مطالب فقط بالفوز بكل مبارياته لضمان لقب البوندسليغا 11 على التوالي. نعم، شكرا جزيلا لك ميدو. مشاهدي الأفاضل، البرنامج متواصل، سنلتقيكم بعد هذا الفاصل. إذا تكرمتم تفضلوا بالبقاء معنا.